السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد الاخوان. اليوم غادي ندويو على الوايت هاوس كارد اللي كانوا كيهايبيو ليها العام كامل. في الاخر هاد لي فايت هما اللي كاينين. انا عارف بلي الاغلبيه حاسين واحد ديسابوينتمنت كبير، ولكن ما عندنا ما نديرو. هذا هو دانا وايت، فهمتيني، كيهايبي لشي كارد. بعض المرات كيقول لك شي كارد غتكون فيها شي جوج ديال لي فايت ناقصين، هذا الاخر كطلع ناضي ديك الكارد، فهمتيني، وانت ما كتفهم والو، كتقول او وهو نيت الهايب زعما شي كارد العام كامل كيقول لك راه غيكون فيها 6 ديال لي فايت واعرين، و غيكون فيها شي 3 ديال لي فايت فيهم على البالت وهذا وبلا بلا في الخاوي وهذا. في الاخر كتكون ديك الكارد ناقصه، ما فيها ما يتشاف، فهمتوني. دونك الاخوان يكون ده هو الموضوع ديالنا ديال اليوم، هو الوايت هاوس كارد. ما تنسوش انكم ديروا لايك، سبسكرايب، وديروا كومنت، وتبارطاجوا مع الناس اللي مهتمين بهادشي ديال الام ام او والبوكسين والرياضه القتاليه بشكل عام. الاخوان، حنا الفيديو اللي فات على علاش اليو اف سي ما كتخلصش الفايتر بطريقه مزيانه. اول فيديو الاخوان، تفاعلوا مع الاخوان، راه شرحت فيه كل شيء. ويلا الاخوان، ليتس جو. ندويو على اول نزال اللي كاين في الكارد، اللي هو دييغو لوبيز ضد ستيف غارسيا. الاخوان، هاد دييغو لوبيز بعدا انا مبغاش يتفهم ليا، وفين ما كنمشي في اي عرض ديال يو اف سي كيبان ليا تفايته مع فولكانوفسكي جوج مرات. المهم يلا تفايته مع فولكانوفسكي زعما الشهر اللي فات، الشهر جوج، هو غادي يعاود يلعب شهر 6. والمشكل اخويا زعما الخصم ديالو اللي هو ستيف غارسيا راه ماشي شي واحد اللي واعر، فهمت؟ اش حطوه مع ستيف غارسيا وما حطوش مع رودريغيز اللي بيناتهم زعما العداوه حتى هما، شنو طرا بينو وبينو في البريس كونفرنس. يعني كون حطوا هاد الفايت هذا مزيان، ماشي مشكل، ولكن تحط زعما دييغو لوبيز مع غاسيا راه ما فايت ما والو. الفايت الثاني اللي هو بونيكل ضد كايل دوكوس. اخوتي نفس المشكل ديال دييغو لوبيز مع هاد بونيكل. هاد بونيكل اخويا شحال اليو اف سي كتدفع فيه وكتحاول زعما تبينو بلي هو واعر وتخربق كامل، ولكن اخويا باش تحطو مع هاد كايل دوكوس زعما اللي تا هو نفس البلان، نفس الحاجه ديال داك ستيف غارسيا، تا هو زعما المقاتل اللي ما بيهش، ولكن راه اكواس الصيغ انك تحطو في الوايت هاوس كارد. يعني عندك بزاف ديال الايفنتس، جيتي حتى لهاد الايفنت هذا اللي زعما نتايا فارع لنا به راسنا العام كامل، وغتحط لنا هاد الفايت هذا. حط بونيكل يلا، وحط مع شي واحد اللي زعما يكون فايت زعما يشهر شويه الفايت. حط مع روبرت وتشيكر، حط مع زعما شي واحد بحال اسرائيل اديسانيا نيت، فهمتيني، شي حاجه بحال هكا. ماشي غتحط لي واحد اللي ما بيهش ويلا يلا بدا كيبان يلا، ما تا هو ما فايت ما والو. ندوزو دابا الفايت الثالث، سيروفي ضد مايكل تشاندلر. مازال هاد الفايت نقدروا نعتبروه شويه مزيان، ماشي 100%. مهم حيت مايكل تشاندلر كيما حنا عارفين راه النهار دخل يو اف سي ربح جوج مرات، توني فيرغسون ودان هوكر. اما الفايتات الاخرين كلهم كيخسرهم، وباقي الى يومنا هذا كيتسنى في كونر ماغريغور يرجع باش يلعب معاه. دابا المشكله هو دابا مودي سيروفي زعما بحال قلتي بدا كي هايبي ليماج ديالو، فايتر زعما اللي زوين. شفنا الفايت ديالو ضد بوب جرين شنو دار، يعني فايتر اللي زعما مزيان. مايكل تشاندلر تا هو من ميريكان، يعني غي ريبريزنتي البلاد ديالو. يعني هذا الفايت هذا ما كراش كون كان هو اول فايت في الكارد ويزيدوا ليه دي فايت اللي يكونوا مزيانين. المهم حاليا هذا الفايت هذا فاليدي، يعني مزيان، يستحق انه يكون في الكارد. دوزو دابا الفايت الرابع واللي هو نومايلي ضد ايمن زهبي. الاخوان ملي شفت بلي هذا الفايت انا تعصبت. علاش؟ شون اومايلي مزيان انه يكون في الكارد، غي ريبريزنتي اليو اس اي حتى هو امريكاني، يعني وتا هو زعما مهايبي زعما معروف في اليو اف سي، وهذا زعما يستحق انه يكون في الكارد. ولكن ايمن زهبي الاخوان لا، ما يستحقش. خليتي بزاف ديال الفايترز واختاريتي ايمن زهبي، خليتي عمر نورماغوميدوف، خليتي ميرابو بيتريان يلا تفايتو شهر 12. يعني تقدر يعني شهر 6 6 شهور، يعني يقدروا زعما يهيليو ويلعبوا في هاد الكارد هادي. خليتي بزاف ديال الفايترز واختاريتي غير ايمن زهبي، يعني باش تفهم صاحبي الكلاخ. ايمن زهبي راه زعما انا ماشي زعما كنتاقد فيه، ماشي زعما كنعاير فيه ولا زعما هو عيان ولا شي حاجه، ولكن راه زعما كيفاش اكواس الصيغ انك تحط ايمن زهبي في الوايت هاوس كارد، فهمني؟ الوايت هاوس كارد يعني اللي انت كنتي كتبروموتي لها من شحال هادي. خليتي بزاف فايترز، خليتي بزاف واختاريتي ايمن زهبي، راه كلاخ هذا. هادشي راه كيخليني نتعصب وكيبقى فيا الحال انه كاينين دي فايترز اللي كيبروموتيو وكيهايبيو السميه ديالهم، وفي الاخر
ما كيتفاوتوش زعما بحال ما كياخذوش الحق ديالهم. وغتختار لي دابا ايمن ذهبي وحنا غنشوفوا هذا الفايت هذا ما يكون زعما شي فايت اللي واعر عقل ولا هضرتي مزيان فهمتوني. يعني ايمن ذهبي ما يستحقش انه يكون في هذه الكارت هذه. هو زوين ولكن زعما الفايتر اللي مزيان ولكن ما يستحقش. ندوزو بالفايت الخامس واللي هو فايت ديال اليكس بيريرا سيريل غان. دابا بزاف الناس بدا يقولوا هذا الفايت راه واعر، اليكس بيريرا غادي يطلع في الديفيجن ويولي تريبل تشامب وهادي. خويا انا ما سوقيش يولي تريبل تشامب ولا دبل تشامب، انا وايت هاوس كارد خصها تكون واعره فهمتيني. نقدروا نعتبروا هذا الفايت هذا مزيان مزيان ما نكذبوش على الله. سيريل غان يعني واحد اللي معروف واليكس بيريرا بلا ما ندوي عليه هذاك راه بوحدو يعني فايت اللي مزيان، ولكن كانت تقدر تكون احسن الا جبتي اليكس بيريرا يتفايتا نيت مع حمزه شيمايف في اللايت هيفي ويت نيت، وعاد ديك الساعه صبر خليه يتفايتا مع اسبينال على اللقب نيت نيشان بلا ما يتفايتاو على الفيكنت تايتل، يتفايتاو نيشان على اللقب فهمتيني. يعني يكون داروا حمزه شيمايف ضد اليكس بيريرا، خصوصا انه اليكس بيريرا ولا كيتهرب من الفايترز اللي كيديروا الريسلين بزاف. علاش؟ شنو الفايت ديالو مع ماغوميدوف في الاول شنو طرا يعني. وعاد خمسه راكم عارفين انه كي داير يعني راه على الاول ديال الراوند غيبدا الريسلين يعني شي حاجه اللي خطيره عليه بزاف. داكشي علاش انا بان ليا مش طلع هو الهيفي ويت لقاه سباب زعما يلعب. ولكن الا زعما جينا زعما نشوفوا واش الفايت مزيان ولا لا، فايت يستحق انه يكون في الكارد وفايت مزيان. هذا حتى هو فايت فاليدي ومزيان انه يكون في الكارد. ندوزو الفايت الاخر اللي هو المين ايفنت واللي هو إليا توبوريا ضد جاستن غيتشي. فايت اللي مزيان. إليا توبوريا من شهر 7 ولا ما عرفت 6 ديال اللي فات اللي لعب مع تشارلز اوليفيرا على اللايت ويت تشامبيون ما لعبش، ودابا غادي يلعب مع جاستن غيتشي. وكنقول باللي زعما جاستن غيتشي تا هو يستحق. غيبداو شي ناس يبداو يقولوا ارمان ساروكيان وبلا بلا بلا وهذا جاستن غيتشي هو اللي يستحق ارمان ساروكيان فهمتيني. اللي جينا نشوفوا مؤخرا من نهار دار ديك الاصابه مع مخاشيف من تماك صافي السيد تفايتا مع دان هوكر شنو طرا اصلا هو كيخرج على الكارير ديالو. هذا السيد هذا هو واعر. ارمان ساروكيان فايتر اللي واعر وزعما عنده بوسيبيليتي انه يربح إليا توبوريا، ولكن راه هو كيخرج على الكارير ديالو بيديه. هذيك الارغنت اللي فيه زعما ديك الزربه اللي فيه راه كتخرج عليه. شي اللقطه ديال دان هوكر اللي نطحو شي دابا الفايتات اللي كيلعب ديال الريسلين كيفاش كيساليو دائما كيساليو شي مضاربه ولا شي حاجه بحال هكا ماشي هذيك. يعني ضروري خاص يدير زعما اشاره الجدل، خاصو هو يخدم على الكارير ديالو ينسى لي هادشي خاصو. يعني دابا ربح دان هوكر غادي يعطيو يمكن دابا من قدام غادي يعطيو مع بادي بيمبلت ولا تشارلز اوليفيرا ما نعرف. المهم غادي يعطيو زعما يلعب مازال فايت اخر عادي يشوفوا ليه يمكن تفايت مع ايليا. المهم هاد الفايت ديال جاستن غيتشي وإليا توبوريا ما كرهتش شكون كان زعما يتفايتا إيليا مع اسلام مخاشيف زعما نشوفوا إيليا يطلع الويلتر ويت ويلعب معاه. ولكن واخا هكاك جاستن غيتشي تا هو زعما فايتر اللي مزيان غادي انترتينمنت فهمتيني. يعني غنشوفوا فايت اللي يعني هذا الفايت هذا حتى هو فاليدي ويستحق انه يكون في الوايت هاوس وزعما يكون هو المين ايفنت. هادشي كامل مستحق. غير هو كان زعما الاسلام مخاشيف كانت تكون احسن، ولكن شفنا نيت شنو هذا لاح في تويتر إليا توبوريا قال كل شيء. يعني هذا الفايت هذا حتى هو راه مزيان. المهم دابا نجيو نديرو زعما الفقره الاخرى اللي هي التوقعات. انا كنقول زعما في التوقعات الفايت الاول غادي يربح دييغو لوبيز، الفايت الثاني كنقول نيت بونيكل اللي غادي يربح، الفايت الثالث كنقول هاد المره نقدر نعطي لتشاندلر انه يربح ويا ربي يربح اخويا باش زعما يحسن شويه من الريكورد ديالو. فايت الرابع شونو مايلي، فايت الخامس اليكس بيريرا، وفايت السادس إليا توبوريا. كان هذا هو الفيديو ديالنا الاخوان اليوم، وما تنسوش انكم تصليوا على نبي الله وما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحابته اجمعين. اخوان كانت هذه لافان ديال الفيديو ان شاء الله، وتنتلاقاو في الفيديو الجاي.